عيشة الموظف أحسن من عيشة وحدة باش يقول فمي، من بواطة لبواطة ومن قهوة لقهوة باش ما نقولش كلمة أخرى. تمنيش هكا ساعات تكون تعيش في عيشه نتاع عبد عادي، عيشه عاديه دون لو سونس او تقوم الصباح انت وراجلك الزوز تخدموا من 8 ل 5 تاع العشيه، تروحوا ترتاحوا طيبوا العشيه وترقدوا في الويكاند ترتاحوا، معناتها عيشه نتاع عبيد. ها بنتي ترباني في روحي بازيك ما في روحي ما نرضي. العيب مش فيك، العيب في اللي يتبع فيك اللي هما أصلا موظفين. وعيشة الموظف أحسن من عيشتك، ونتشرف اللي أنا موظفة على الأقل مانيش عايشين بالتجحيف وعايشين بالحلال. وكان مش كبس كبس راكم نكرة في المجتمع، والغريبة اللي انت مصدقة اللي عيشتك خير. فعلا انتوما ناس جواعة، وكما قالوا خذها من عند الشبعان إذا جاع وما تاخذهاش من عند الجيعان إذا شبع. خاطر كيف شبعتوا وليتوا شايفين رواحكم على الناس أصلا اللي وصلتكم. لا مرة الطفلة حسستنا تقول عايشة في كوكب آخر. ما يجيش من الصباح لليل تصوروا في حياتكم المثالية اللي كلها تفليم وكذب باش تحسسوا العباد بالنقص، وتوا ولا الاستهزاء ديريكت. العيب مش فيك، في اللي عامل لك قيمه وقدر. انت اصلا كنتي نكره، وكان مش فلوس عزيزوس ولا انستغرام لكن الفتشات هذيك راكي ما عودتيهاش، وجايه تعطي في رايك في ناس قاريه ومثقفه اللي تشرفك وتعرفك. ما نرفزنيش رايك خاطر كل حد حر في رايه، لكن انك تجي تقزم الموظفين اللي هي الشعب التونسي الكل 90% ولا اكثر من 90% كلهم موظفين، هذايا مش مقبول. الغلطه منا احنا خاطر عملنا اللي باش يقول فمي مغارف. واللهم أغننا بحلالك عن حرامك. وانتم شنو رايكم في اللي قالته؟ هل أنا بلغت في ردي عليها؟